إن غاب الاهتمام وظهر الإهمال الرحيل بيكون واجب. قاعدة وبابا بيسألني: ها يا بنتي، قلتي إيه؟ الراجل بيتعهد إنه هيتغير وإنه مش هيأذيكي تاني. بصيت لعادل جوزي وهو بيعيط ودموعه نازلة. ابتسمت بسخرية من جوايا وقلت لهم بكل هدوء: طلقني طلقني يا عادل، ويا رب ما اشوفش وشك تاني. عن إذنك، عايزة ألحق الكوافير عشان عندي ماتش تنس. باي باي يا دولة. رد علي عادل وقال لي باندهاش: ياه، انت جبتي منين القسوة دي كلها؟ معقول انت حنين مراتي ام ولادي اللي عاشت معايا سنين؟ ازاي بقيتي كده؟ ايه القسوة والجبروت ده كله؟ جبتيهم منين؟ قلت له وانا بضحك وبقلب جامد: كتر البكا يعلم النواح. ودخلت اوضتي وقفلت بابي عليا ورجعت بسنين عمري لورا. انا حنين، عندي 23 سنة، معايا بكالوريوس تجارة. عادل كان ابن الجيران، حبيته وانا عندي 17 سنة، وبسبب تفكيري فيه في الثانوية العامة ما جبتش مجموع ودخلت كلية تجارة. كبر حب عادل في قلبي، وانا كل يوم ادعي ربنا اني يقرب بيني وبينه ويجمعنا ببيت واحد. كان بيوصل بيا الامر ان اعيط لما كنت اشوفه بيتكلم في الموبايل، ولما كان بيضحك كنت اقول لنفسي اكيد بيكلم واحدة تانية. كنت اروح عند مامته اشوفها واسلم عليها واساعدها واشوف كل طلباتها، اصلها كانت ست كبيرة ومريضة وطيبة قوي، وما كانش معاها حد غير عادل. وكنت منتهز الفرصة وادخل اروق اوضة عادل واعمل له الاكل وهو في الكلية بتاعته، واروح بيتنا وانا في منتهى السعادة، لانه لما يرجع هياكل من ايدي. ما كنتش بهتم انه يعرف او ما يعرفش، كان كفاية عندي انه يكون مبسوط. لحد ما في يوم كنت راجعة من الكلية ولقيت ماما فرحانة وبتقولي: مبروك يا حنين. قلت لها: مبروك على ايه يا ماما؟ قالت لي: الست ام عادل جارتنا طلبت ايدك لابنها عادل النهارده. ما كنتش مصدقة. معقول الحلم اتحقق؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. رحت اتوضيت وصليت ركعتين عشان اشكر ربنا على النعمة دي. وقتها كانت احسن حاجة حصلت لي. وجه اليوم الموعود، المفروض يجي عادل مع مامته عشان يتقدم لي رسمي، وخرجت اقدم العصير. مامته اول ما شافتني لقيتها بتقول: بسم الله ما شاء الله، ايه القمر ده؟ بس عادل ما حاولش حتى يشوفني. قلت يمكن محرج، واتخطبنا لمدة سنة. ما شفتش فيها عادل غير كم مرة على بعض، وتقريبا في المناسبات. على طول مشغول ومش فاضي، وكنت بلتمس له 1000 عذر وعذر. حتى ماما كانت ملاحظة وكانت بتسألني، وكانت دايما تقولي: هو عادل مش بيتكلم معاكي في التليفون ليه يا بنتي؟ ده حتى يوم عيد ميلادك ما جاش، مامته هي اللي جت وجابت لك الهدية لوحدها. لا يكون مش عايزك يا حنين. كنت ارد اقول لها: لا ابدا يا ماما، هو بيكلمني واعتذر لي عشان عنده شغل. ماما قالت لي كلمة وقتها بس انا ما فهمتهاش. قالت لي: الاهتمام ما يجيش غير من قلب يحبك ويقدرك، لان الاهتمام اهم من الحب. ولو في شخصين، واحد بيحبك وواحد مهتم بيكي، هتختاري اللي يهتم بيكي ويحتويكي، لان الاهتمام ما بيطلبش. ربنا يكفيكي شر كسرة القلب يا بنتي. وسابتني وخرجت. وقتها ما اهتمتش، اهم حاجة عندي اني لابسة دبلة عادل واني مكتوبة على اسمه. ومرت الايام واتجوزنا انا وعادل، وقعدنا في الشقة مع مامته لانها كانت مريضة وما يقدرش يبعد عنها. انا ما اعترضتش، انا اصلا كنت بحب مامته قوي زي مامتي، وهي كمان كانت بتحبني زي بنتها. وكنت اصحى من النوم بدري عشان اصحيه واكوي هدومه واحضر له فطاره، وافطر مامته واحضر له الحمام. كنت بساعده في كل حاجة، لبسه واكله وشربه. كنت بحس ان ابني مش جوزي. عمري ما نمت قبل ما اطمن عليه انه نام، ولا اكلت الا لو هو شبع. وبرغم كل الحب ده ما كنتش بشوف منه غير الجحود والجفاء. على طول مشغول وعلى طول متضايق على اقل حاجة. كان ممكن يهتم باي حاجة الا انا. دايما كنت اخر اهتماماته. حتى لما بقيت حامل كنت برضه بشوف منه كل الاهمال. كنت حامل في توأم وكنت تعبانة جدا، وحياتي وحياة ولادي كانت في خطر، واتحجزت شهر كامل في المستشفى. ومع كل ده
ما كلفش نفسه حتى يسأل عليا غير بالموبايل. كان بيتصل على مامته ويسأل عليها ويطمن عليها خدت علاجها ولا لا، ويقول لها لو تعبتي ابقي سيبيها وروحي. كنت بسمعها وهي بتقوله عيب يا عادل، اسيبها ازاي يا ابني؟ الناس تقول علينا ايه؟ احنا مش بنفهم في الاصول ولا ايه؟ مش كفايه انك مش معبرها حتى لو مره يا ابني؟ مره تسأل عليها؟ والله يا ابني البنت دي ذنبها في رقبتك، ومش هتعرف قيمتها دلوقتي، بس المؤكد انك هتعرف قيمتها بعدين. وولدت، وربنا كرمني بسامح وسماح، ولدت بنت زي القمر، وكأن ربنا بيراضيني بعد كسرة قلبي. كنت بصلي وانا بعيط وبسأل نفسي هو ليه بيعمل كده؟ لما هو مش عايزني اتجوزني ليه؟ طب يعني هو انا وحشة؟ يمكن اكون مش عاجباه، بس ما كنتش بلاقي رد لأسئلتي لحد ما حصلت الحاجة اللي غيرت مجرى حياتي كلها، وهي تعب حماتي. تعبت فترة طويلة، كنت بنام معاها عشان أقدر أراعيها، أأكلها وأشربها وأحميها، وما كنتش بقدر أسيبها لوحدها أبدا لحد ما ربنا استرد أمانته. حزنت قوي لأنها الوحيدة اللي كانت حاسة بيا وكانت دايما بتواسيني. ومفيش أسبوع ومعاملة عادل اتغيرت 180 درجة. على طول مش عاجبه أي حاجة، بيتخانق على أتفه الأسباب. لو حد من الولاد عيط يعمل مشكلة، لو الأكل بارد يعمل مشكلة، لو سألت مالك يبقى أجرمت، يزعق ويتخانق لدرجة إنه يمد إيده عليا ويضربني. كنت هتجنن. هي وصلت للإهانة والضرب كمان. طب هستنى إيه تاني؟ قفلت عليا باب أوضتي وكنت بعيط بحرقة وألم، ألم ووجع يكفي الدنيا كلها. الإهانة صعبة ومؤلمة، خصوصا من اللي بتحبه. كنت بلوم نفسي على العيشة دي، بس كنت لازم أستحمل لأن ده اختياري، ولأني ما سمعتش كلام ماما. فضلت كتير زعلانة في أوضتي، بس كنت بلبي كل طلباته. ما كنت الزوجة قد ما كنت خدامة. أهملت في نفسي وفي شكلي وفي جسمي، وجسمي اتغير بعد الحمل والولادة، وعدم اهتمامي بنفسي وسط كل المشاغل دي. وفي يوم كنت بحضر الغدا، ودخل سامح ابني أوضة المكتب وخد أوراق خاصة بشغل باباه، على الرغم إنه كان قاعد معاهم، وهو اللي خرج وساب أوضة المكتب مفتوحة، إلا إني أنا اللي كنت غلطانة كالعادة. واتخانق معايا لدرجة إني كان في إيدي صينية الأكل، حدفها في وشي اللي كانت عليها الشوربة، وجت في وشي كانت سخنة مولعة، ووشي كله اتصاب. صحيح كانت إصابات سطحية، إلا إنها سابت أثر، ومع ذلك رفضت أقول إن هو اللي عمل فيا كده، وحمدت ربنا إن الأولاد خافوا وبعدوا في الوقت المناسب. ولولا ستر ربنا كان زمانهم هم اللي اتبهدلوا دلوقتي. خرجت من المستشفى وأنا واخدة قراري، وقلت كفاية قوي لحد كده. الموضوع عدى كل الحدود، أنا كده استحملت بما فيه الكفاية. وروحت بيتي ولقيته قاعد قدام التلفزيون، ولا كأن اللي أذاها دي إنسانة. بصيت له من فوق لتحت وقلت له كلمة واحدة: طلقني. بصلي بكل برود وقال لي: من امتى؟ ما طول عمرك بتاخدي فوق دماغك وانت ساكتة. رديت بوجع وقلت له: كفاية، استكفيت منك. أصل افتكرتك راجل تعرف تصون بنات الأصول، كنت فاكرة ان كل الرجالة زي أبويا. استحملتك والتمست ليك 1000 عذر وعذر، وصبرت وقلت يمكن في الصبر الفرج، بس انت فهمت صبري وحلمي غلط، فهمت ضعف وكسرة جناح وقلة حيلة. لا يا عادل، انت غلطان. انا حبيتك بجد، فتحت عيني على حبك، كنت بخدم مامتك ونظف بيتك واعمل لك لقمتك بدافع الحب، كنت بطيعك وبلبي كل اوامرك بدافع الحب. استحملت اهانتك وظلمك واهمالك ليا عشان بحبك، كنت بداري عليك قدام اهلي واهلك، واوصفك في كمال اخلاقك وحسن معاملتك ليا عشان بحبك. عمري ما اتكلمت عن جحودك وقسوتك واهمالك لمشاعري، وكل يوم اهمالك كان بيزيد عن اليوم اللي قبله. شفت في عينيك استهانة بيا وبكرامتي ما اقبلهاش على نفسي. كنت بتكلم بقوة معرفش ايه مصدرها، كنت حاسة ان عادل مصدوم من كلامي، كأنه اول مرة يسمعني او حتى يشوفني. كان مذهول بجد، حسيته عايز يقولي: انت مين؟ معقولة انت حنين؟ سبته في صدمته واخدت شنطتي وولادي
وخرجت وقفلت الباب، وأكني قفلت على حنين. الشخصية اللي عاشت في البيت ده واحدة تانية، خلاص ماتت وخدت عزاها. إنما حنين دلوقتي واحدة تانية، واحدة داست على قلبها وحلفت ما ترضاش بحياة الذل والإهانة تاني. ورحت بيت أهلي. بابا أول ما شافني اتخض، لأني عمري ما غضبت ولا سبت بيتي. قلت لهم أنا تعبانة وعايزة استريح شوية. ومرت الأيام عليا، وماما كانت بتساعدني في تربية ولادي، وكان عندي الوقت إن أهتم بنفسي. رحت الجيم ونزلت جسمي واهتميت بنفسي، وكنت بعالج وشي من علامات الحروق، والدكتور طلب مني عملية بسيطة، وفعلا عملتها ونجحت، واختفت كل الحروق، وبقيت أجمل من الأول كمان. كنت براضي نفسي وبطبطب عليها وبواسي قلبي وأقوله حقك عليا، بس انت السبب في كل ده. لو كنت فكرت واخترت صح ما كانش ده بقى حالك. انت اخترت تحب وتعيش قصة حب لوحدك، بس ده كان غلط. الحب علاقة متبادلة بين طرفين، طريق رايح جاي، لكن انت اخترت حارة سد، ظهر هش وسند أعرج، وقعك وسابك في أول الطريق لوحدك. فما تزعلش وانسى وعيش وتأقلم على الحياة الجديدة. وحضنت نفسي ونمت براحة كنت من زمان ما حسيتهاش. وفي يوم كنت في النادي وسمعت عن مسابقة ملكة جمال. لقيت هدى صاحبتي بتقولي ما تدخلي المسابقة دي، أنا واثقة إنك هتكسبي. في الأول استغربت، بس قلت وماله، أنا هخسر إيه؟ ودخلت المسابقة، والغريب إني كسبت وبقيت ملكة جمال المحافظة. واتعمل لقاء تلفزيوني لإعلان النتيجة. كنت فرحانة قوي، فرحانة إني رضيت نفسي وحبيتها وعوضتها عن الإهانة اللي شفتها. وهنا فقت من شرودي على صوت عادل، وهو بيقولي بكل ندم ودموع حسيتهم فيه بجد: حنين، أنا فعلا آسف، أنا كنت غلطان. أنا اتجوزتك بناء على رغبة أمي، ما شفتكيش بعيني، أنا شفتك بعين أمي، ست بيت شاطرة وبنت ناس وكويسة. أنا كنت غلطان لما ما حاولتش أفهم إن كل اللي بتعمليه بدافع الحب. كنت فاكره إنه حق مكتسب، ولما كنت بهينك وانت بتستحملي افتكرت إن إهانتك سهلة لأنك معدومة الشخصية. بس لما بعدتي عني عرفت قيمتك وشفتك بعيوني. أنا شفتك قد إيه انت جميلة من جوه ومن بره. لمست فيكي قوة جبارة على التحمل والمصابرة. شفت فيكي فتاة أحلامي اللي أتمنى ارتبط بيها. أنا حبيتك يا حنين، حبيتك لحد الجنون، بس المرة دي حبيتك بإرادتي. واوعي تفتكري إني هسيبك ولا هبعد عنك. وابتسم وقال لي هو أنا غبي ممكن أسيب القمر ده من إيدي؟ أنا قتيلك هنا. بصيت بخجل لما بابا ابتسم وغمز لي بعينه، وماما هزت راسها ومع الإلحاح رجعت. بس عادل بقى شخص تاني. عادل صمم يجيب لي شبكة من جديد ونقضي شهر العسل. عادل كان عايز يبدأ معايا حياة جديدة مع الإنسان اللي اختارها بنفسه. والحمد لله الحياة مع عادل اتغيرت لما الحب بقى متبادل بينا، مش من طرف واحد. عشان كده عايزة أقول لكل بنت: عززي نفسك، اوعي تهنيها، اوعي تقبلي بأقل حاجة، لأن انتي غالية قوي وعزيزة قوي، وربنا كرمك قوي قوي. انتي اتخلقتي من ضلع آدم عشان تكملي الناقص اللي فيه وتسنديه، مش عشان تكوني تابع ليه. ولما تتجوزي كوني زوجة وأخت وأم وحبيبة وعشيقة لجوزك حلالك. وعايزة أقول لكل راجل: لما اتخلقت كنت في رحم امرأة، ولما بكيت كنت في حضن امرأة، ولما حبيت كنت في قلب امرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم